أخطر وأهم معلومة في الوعي الإنساني، أخطر وأهم معلومة ممكن تغير حياتك بالكامل. وجدت هذا الشيء في نفسي وفي الناس من خلال التجارب، الصعوبات، المشاكل اللي مريت فيها، الاستشارات. شيء مهم جدا لأي إنسان يبغى يعيش حياة كريمة، يبغى يغير، يبغى يحصل على أحسن شيء من كل شيء. يا أخي الفاضل الكريم، كل ما نعانيه في حياتنا اليوم من أجل شيئين: أولا أننا لا نؤمن بمحبة الله لنا، ولا نؤمن بأننا مكرمين من الله. التكريم أن الله سبحانه وتعالى خلقك، وهذا دليل محبة الله لك. خلقك، جعلك خليفة في الأرض، وسخر لك السماوات والأرض وما فيها، والشمس والقمر والجبال والأشجار والأحجار وكل شيء، كل شيء تراه عينك مسخر لك أنت. تخيل بس لو تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتستوعب وتهدأ. هذا الإله العظيم اللي يقول في كتابه: يريد الله أن يتم نعمته عليكم ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما يبغى يشوف منك التعلق بغيره، تتعلق بالسيارة، بالزوجة، بالوظيفة، بالمال، بالسمعة، بالعلاقات، بالشهادة. ليش؟ وأنت أصلا مكرم وهي بتجيك بسهولة. تعلقك في غير الله هو دليل على أن الله سبحانه وتعالى عندك شيء ثانوي، أو في المرتبة العاشرة أو السابعة أو الأخيرة، أو تتعلق في الحياة وكأنك ما أنت مصدق أنك أنت القيمة عند الله. أنت تقول والله أنا بلدي، أنا جنسيتي، أنا ظروفي، أنا مسكين، أنا أهلي، أنا. هذا تفكيرك أنت ما اقتنعت بكلام الله، ولا اقتنعت أن الله يحبك. بغض النظر عن ظروفك ومشاكلك اللي مرت عليك في حياتك، هي تجهيز لك، مثل ما جهز الله يوسف عليه السلام. رموه أخوانه في البير وعانى واشتروه بثمن بخس واشتغل عامل بلاوي مرت عليه. ويقول الله سبحانه وتعالى في الأخير: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. متى؟ ولما بلغ أشده، لما أصبح قوي، مستعد، جاهز، تعلم من جميع الدروس الصعبة اللي مضت في حياته، وأثبت لله أنه عبد مخلص مؤمن ما يقايض الله ولا يسخط ولا يرفض، واثق بما عند الله، واثق بالكرم، واثق بالتعويض الإلهي. أعطاه الله. معاناتك هي رسالة واختبار لك. هل تؤمن أم تكفر؟ هل ترضى أم تسخط؟ ولكن فوق هذا كله لازم تتعلم أن الله يحب أن يرى نعمته عليك، يحب أن يشوفك واثق فيه، مطمئن له، متعلق فيه، وتصدق أنه راح يعطيك الأهداف بيسر وسهولة. يعني أنت القيمة، أنت أكبر من الهدف. الهدف مهما كان كبير هو لك أصلا. ليش ما أنت مصدق؟ ليش خايف؟ ليش تشكك في الله؟ تشكك في محبة الله لك؟ تشكك في أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يتم نعمته عليك؟ تشكك في هذا الشيء وتقول أنا جنسيتي، أنا بلدي، أنا ظروفي، أنا مهما كان أنت تحت حكم الله وملك الله. هذا الإله العظيم اللي خلقك وقال لك أنت خليفتي في الأرض، وسخرت لك كل شيء، خزائني ملآنة وأعطي بلا حد، وأنا ذو الجلال والإكرام مالك الملك فاطر السماوات والأرض. أحبك وأريد لك اليسر، لكن أنت لا تضيع المعادلة، لا تخالف قوانيني. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري أي قوانيني فإن له معيشة ضنكا. لازم نؤمن بالله إيمانا، تصديقا، محبة، تعظيما، يكون الله في أنفسنا أكبر وأعظم من كل شيء، رضا الله أهم من كل شيء. وبعدها طبق قوانين الله إذا أنت تحب الله فعلا، القوانين الحق، وليس ما تعلمنا للأسف الشديد في بعض الكماليات والأمور اللي ما لها قيمة ولا لها معنى عند الله، وتركنا الأساس. الأساس الأساس الأساس. يومك سعيد، في أمان الله.